هنتات في المونتاج. هقولك على طريقة تفكير تساعدك ازاي تبدأ تايم لاين صح لو انت بتمنتج فيديوهات ريلز او شورتس للسوشيال ميديا. اول حاجة هتعملها ان انت هتجيب الماتيريال بتاعتك وترتبها بترتيب السكريبت اللي معاك، وده اسمه الفيرست كات. تاني حاجة، ودي طريقة من تأليفي انا بعملها شخصيا، بص بقى، انت هتغمض عينك وتشغل الفيديو اكتر من مرة وتسمع، ما تتفرجش عليه. انت بتبقى خلاص حفظت تقريبا الفيديو وانت بترتبه. حاسة السمع كافية جدا انك تحدد بقية العناصر بتاعتك، لانه بيكون جالك تشبع لفكرة الفيديو في مرحلة الفيرست كات. هنا عقلك الباطن اللي تشبع بالفكرة مع خيالك كمونتير هيخلوك تعرف تختار اماكن ظهور الشخص اللي بيتكلم، واماكن النقلات، واماكن البي رول، واماكن الساوند افكتس، تقريبا كل حاجة. لان انت هنا بتحقق المعادلة الصعبة اللي بيقع فيها بعض صناع المحتوى، وهي معادلة التوازن بين ظهوره على الشاشة والبي رولز او المشاهد اللي بتعبر عن الكلام اللي هو بيقوله. لانه الاثر اللي انت بتسيبه على المتلقي بعد مشاهدة الفيديو بتاعك مش المشاهد، على قد ما هو الشعور اللي انت عايز توصله للمشاهد. وبكده انت هتقفل الفيديو بتاعك بسرعة جدا بدون اي حيرة، لان الطريقة دي بتخليك تعتمد على مشاعرك زي ما انت بتخاطب مشاعر المشاهد بتاعك. اعمل سيف للفيديو، ولو عندك اي اسئلة قول لي في التعليقات.